تشيلاكيلاس وصفة مكسيكية طلبتها مني متابعة، وحبيت أسوي الهيا بالطريقة الأصلية ومن الصفر، من الشيبس للصلصة وباقي المكونات. وهاي الأكلة تقدم عادة كوجبة ريوق. طماطة وبصل وثوم خليت لهم زيت زيتون ودخلتهم الفرن مدة نص ساعة حتى يتحمصون شوية. لتحضير الصلصة خليت فلفل حار أحمر والكمية هي حسب الرغبة. ضفت له فلفل مكسيكي نظفته من البذور، خليت لهم ما يغطيهم وعفته يفور مدة ربع ساعة لحد ما يتغير لونه ويصير لونه أحمر. الخضرة من استوت خليتها بالخلاط الكهربائي هي والفلفل ورا ما استوى، وضفت لهم مي سلق الفلفل، خليت كمون أوريجانو وملح. زيت زيتون ملحته شوية ودهنت بيه خبز التورتيا من الجهتين. وبهاي الوصفة يستخدمون هم خبز تورتيات الذرة، وإذا ما متوفر خلوا أي نوع ثاني. قطعتها ودخلتها الفرن مدة ربع ساعة وقلبتها على الوجه الثاني بنص الوقت. درت الصلصة بالطاوة وضفت لها الشيبس وتأكدت تشبع تماما بالصلصة، وخليت جبن موتزاريلا وجبن كايسو فريسكو المكسيكي وانتظرتهم يموعون. وضفت لهم بيض عيون مقليته أني بشوية زبد كزبرة وثوم، وخليت شوية كريمة مكسيكية وشوية كزبرة وأفوكادو. وممكن تخلون أي إضافات ثانية أنتو تحبوها. هم عادة يخلون أي بواقي لحوم وفاصوليا عندهم. بس بالعافية.